لماذا سميت اليمن بأكرم شعب في العالم؟ أنا بكلمك بكل التفاصيل إن شاء الله. أنا مغترب في السعودية، فدخلت على بوفية فشغال فيها واحد صاحبي في مطعم. والرجال هذا يعني إنسان مغترب يمني، راتبه ما يقل من 2000 1500 1008، يعني اليوم حقه تحصله ب50 ريال 60 70، هذا يومه شغله. فخلونا ننتقل إلى المرحلة اللي قلنا فيها أهل الكرم. فدخلت أنا البوفية عند صاحبي واحد يماني من أصحاب البلاد، فاشتريت يعني شندويش وحمضيات وشي، يعني طلعت حوالي 30-40 ريال سعودي. فالرجال يقول حرام وطلاق ما تحاسب ريال، فقهرني. يعني تحس إن فينا نخوة، فينا رجولة، فينا الشماه، يعني فينا يعني كرم ما هي في أي واحد، يعني فينا كرم، فينا معزة، وفينا احترام، وفينا كل شيء. فهؤلاء الأشخاص اللي نفتخر فيها ونعتز بها اليمن، يعني يعني شغله ما يقارب في اليوم 60-70، يعني يومه كامل، يعني يومه كامل حاسبه على هذا. فمن أكون أنا إنه يحاسب علي واحد عامل زي ما أنا عامل في المكاتب أو في مطاعم؟ فإحنا ناس مغتربين، وإحنا ناس طالبين الله. فأرجو من الأخوان الذي لا يستغلوا الفرص، مثل هؤلاء الناس الطيبين، مثل هؤلاء الناس المحترمين الذي فيهم قبيلة وشموخ، يشهد الله إنهم يرفعوا الرأس. كما أنا صاحبي محتاج ولا ما أنا محتاج، يقول لك ابشر على حسابي، والله لا يموت جوع، والله العظيم لا يعطيه راتبه كامل لأجل يأكل صاحب بلاده. فهؤلاء الأشخاص لهم ألف تحية وألف احترام.